سؤال ربما يكون شخصي، يعني عندما عدت حضرتك إلى بغداد باستثناء الفترة الأولى، مستقرك كان في بيت برزان التكريتي. قيل أن حزب الاتحاد الوطني أيضا من يعني أخذ الكثير من ممتلكات المسؤولين، وحتى الدوائر الرسمية، أمن المأمون كما أتذكر، على ما أتذكر، التي كان يرأسها سابقا برزان تكريتي. هل هناك، يعني هل كنت تشعر بانتقام شخصي، بثأر شخصي مع برزان؟ أريد أكون أيضا صريح وأقول لك سر. أنا كانت لي علاقة مع المرحوم برزان تكريتي، فعندما أحد الإخوان أشار لنا بأن نسكن في بيت، وكان بيت مخرب، رفضت زوجتي، قال نحن لن نسكن، كانت لنا علاقة صداقة مع هؤلاء، كيف نذهب إلى بيتهم؟ طبعا البيت كان خالي من كل شيء. صداقة بأي معنى؟ نعم، صداقة بأي معنى كان؟ صداقة كنا نتزاور قبل 70، يعني أنا كنت في بغداد من تزوجت، زارني وجاب لي هدية، وكنا نتزاور عائليا، كنا نتزاور. ف بالتالي رفضنا نروح للبيت، فاتصلنا بابنه الأخ سرسل قزاز، اتصل بابنه محمد في الخارج، قال نريد نأجر بيتكم، لأنه هيك قال القصة أنه ما يريد يروح. قال نعم، بس بيت يحتاج إلى تعمير. قال خلي إيجار، اتفقنا $10,000 شهريا على أن نصرف على البيت من الإيجار، مثلا إيجار سنة سنتين، لأن البيت كله مهدم. يعني كما تعلم إخوانك العراقيين عندما ينهبون، أكو مثل يقول قافلة ضربها الأكراد، بس هسه أنا أقول قافلة ضربها العراقيون، يعني مو بس الأكراد. ف رحنا على هالأساس إلى هذا البيت. وما زلت تدفع إيجار؟ دفعنا